العسل في مصر طلع مغشوش وبقى عبارة عن مية بسكر. تعال اقول لك ايه اللي حصل. انتشر مؤخرا فيديو كده لاتنين بلوجرز جايبين عينات عسل من ماركات كتير، وبيعملوا تحليل العسل ده علشان يعرفوا هو طبيعي ولا صناعي ومحطوط عليه سكر والكلام ده كله. كانت نتيجة العينات اللي خدوها ديت والتحاليل اللي عملوها على العينات دي ان العسل طلع مغشوش وان هو عبارة عن مية بسكر، لغاية ما يطلع رئيس اتحاد النحالين العرب وقال ان الفيديو ده مش مظبوط وان هما ما جابوش اصلا الشركات اللي خدوا منها الاختبارات ديت. وكمان رئيس اتحاد النحالين العرب مسكتش ده، رفع عليهم قضية في المجلس الاعلى للاعلام وقال ان هما كده بيضروا بالاقتصاد القومي. انتوا بقى تفتكروا العسل فعلا هل هو طبيعي ولا صناعي ومحطوط عليه سكر وبقى ميه بسكر والكلام اللي عملوه البلوجرز ده؟ هل هو فعلا صح ولا لأ؟ قولولي في كومنتات.